سلام مشاهدينا ومرحبا بكم في هذا العدد الخاص الذي تحضر معنا فيها الفنانة لويزا نهار. مرحبا بك معنا. مساء الخير عليك الأخت زهرة، مساء الخير لكل مشاهدينا الكرام وشكرا على الدعوة. إذا الفنانة لويزا نهار تتوج وللمرة الثانية بأحسن أداء في المغرب. حدثينا قليلا على هذه التجربة. إذا هذه التجربة كانت لنا مشاركة بفيلم قصير وجد سيرم هذا هو الأمل في المهرجان الدولي في طبعته العاشرة للفيلم الأمازيغي إسنورة بأكادير في المغرب، وكان لنا الشرف أن شاركنا بهذا الفيلم القصير، وثاني الجزائر العاصمة وولاية تيزي وشاركوا بأعداد أعمال أخرى، وكان لنا الحظ وربي توجنا وإن شاء الله الحمد لله بهذه الجائزة. أكيد أنك مسرورة جدا بهذا التتويج. نحن نعرف أنك ما كنتيش حاضرة خلال تتويجك بأحسن دور. حكينا قليلا كيفاش لقيتي الخبر، كيفاش؟ كما قلت الأخت زهرة ما حضرتش أجواء المهرجان زعفت شوية، كان عندي عمل الله غالب خارج الجزائر. أنا كي دخلت الجزائر كان عيطوا لي واتصلوا بيا وقالوا لي كي حجزتي على أحسن أداء نسائي في هذا المهرجان. فرحت بزاف لأن هذا حيشجعني في مسيرتي الفنية. هذا ما يعنيش أني وصلت، أو كونتخير هذه هي البداية اللي نقدر تشجعني وتحمسني أني نكمل في هذا المجال الحمد لله. أكيد. إذا لويزا، أنت في رأيك هل الفنان الجزائري المسرحي خاصة بما أنه شارك لي في عدة أدوار مسرحية، هل هو بحاجة إلى تكوين ولا هذا فوايك سي ان دون سي إيني؟ بطبيعة الحال المسرح هو تكوين، كما يقولوا المسرح أبو الفنون، وما كاش فنان ما يجوش من خشبة المسرح. أنا بدايتي كانت في التلفزيون وفي السينما، بصح رحت وليت ولازم درت مسرح، درت 4 مسرحيات مي استفدت منهم. كاين أشياء اللي تعلمتهم على خشبة المسرح وما تعلمتهمش في السينما ولا في التلفزيون. كما يقولوا المسرح يا ربي وأبو الفنون هذه. أكيد. إذا لويزا، أكيد أنك تشاركيني هذا الرأي أنه الجزائر كانوا هناك عدة مهرجانات، لكن لويزا لم تتوج بجائزة في الجزائر لكن كان لها نصيب في المغرب. كيف تفسرين ذلك؟ هي ببساطه اني ما كانش عندي مشاركات هنا في مهرجانات في الجزائر. ما درتش افلام وشاركت بها في المهرجانات في الجزائر. هذا وين بديت الافلام القصيره والطويله، كان ليه الشرف شاركنا في هذا المهرجان في المغرب اللي شاركناه كل عام نشاركوا فيه. دونك هذا العام ان شاء الله ان شاء الله ربحنا الحمد لله. والحمد لله يا رب. اكيد. الفنان الجزائري اكيد يحتاج الى دعم والى ان كود بوس كما ندي. كيفاش تشوفي انت هذا الدعم؟ كيفاش لازم يكون للفنان الجزائري؟ الدعم للفنان الجزائري وخاصه للشاب الجزائري، الفنان الشاب لا جون جينيراسيون، لازم لها دعم معنوي. اولا هذه معنوي من طرف العائله، من طرف لونتوراج، ميم في لي بلاطو دو تورناج كي يكونوا اون تورني ولا اون تورناج. المخرج لازم يكون يتعاطف معاه، يكون معاه سوبل كوموندي، يوري له لا ديريكسيون داكتور. رانا مخصوصين فيها لا ديريكسيون داكتور، توري الفنان ولا الممثل الاتجاه اللي لازم يتصل كيفاش يؤدي الدور نتاعو. سي ان تروك كيما قلت لك، دعم معنوي قبل كل شيء، ومن بعد تجي الدراسه والتكوين والتوجيه الى اخره. لكن الدعم المادي ما حددتيناش على الدعم المادي. صراحه انا زهره نحب بزاف العمل تاعي، نحب العمل تاعي، نحب ما نخممش كاع في الدعم المادي. علاش الدعم المادي يجي فيما بعد، كي تعمل وتبذل الجهد وتحب واش راك دير اوتوماتيكمون بعد يجي لا ريكومبونس تجي وحدها. اكيد. هذا رايي ونتمنى لك التوفيق اكثر واكثر باش تقدر تمد لنا كرساله تحفيزيه للفنانين وللجيل الصاعد. رسالتي بصفتي على كيفاش نشوف الاشياء. انا لازم نحبوا العمل تاعنا، نحبوا واش رانا نديروا، لازم يكون عندنا ان بوت دون لا في. راك حاب تولي ممثل ولا ممثله، لازم تحب العمل تاعك، تشقى على جال وتتعلم وتو باس با لي برا. ماشي ان كاستينغ الاول ولا الثاني ولا الثالث. انا جوزت الاف والاف لي كاستينغ، ولحد الان نجوز دي كاستينغ ونجوز دي زوديسيون بور دي رول. بالك كاين مخرج ما يعرفنيش، كاين
كاين مخرجه ما تعرفنيش ما شفتنيش، يعني ما فيهاش عيب تجوز كاستينغ ولا اوديسيون. او كونترير ديجا tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer des réalisateurs jeunes، تبين المهارات تاعك. كما قلت لك بالك ما يعرفونيش بالك ما شافونيش، يعني الشباب الجزائري ولا الممثلين يعني الجيل اللي طالع الي فير دي كاستينغ، نو بيسي با لي برا، اقراو كتابات تعلموا، يعني اوزي يعني حوسوا نتوما، ماشي ما تستناوش الحاجه تجي لكم، نتوما اللي تروحوا ليها. اكيد اكيد. انا والمشاهدين الكرام حابين يحضروا فيلم واجدة سيرام، هل تضربين لنا موعد في قاعه من قاعات الجزائر؟ ان شاء الله قريبا عن قريب، يعني اون سو مومون اللي اون تورني في كندا وفي المغرب كذلك، وان شاء الله يا ربي على خاطر هو انتاج جديد من 2016 يعني هذا وين نخرج، وان شاء الله نديرو اكيد نديرو في الجزائر. اكيد. اذا لويزا نشكرك على حضورك معنا اليوم، كان هذا شرف لنا كما شرفتينا انت في المغرب. اذا كلمه اخيره للختام. نشكرك بزاف الاخت زهره، نشكرك على هذه الدعوه، ونهدي هذه التتويج الى كل الشعب الجزائري وكل الفنانين والفنانات، يا ربي يطول في عمرهم، وحنا يا ربي يعطينا القوه ان شاء الله.